المفتش الجهوي للتعمير السيد المفتش الجهوي للتعمير السيد رئيس المجلس الحضري، السيدات والسادة حضور الكرام، نشكر السيدة مديرة إعداد التراب على زيارة إقليم خليفرة، ونطالبها بتبليغ السيدة الوزيرة ضرورة الاهتمام بهذا الإقليم القروي الجبلي والذي يعرف مؤشرات فقر وهشاشة جد ضعيفة لا تتناسب بتاتا، والقيمة التاريخية التي يحظى بها هذا الإقليم الذي هو رمز للمقاومة الباسلة وللهوية الثقافية الأمازيغية المترسخة في كل مواطن مغربي. وعليه نحن نؤكد على وجوب الالتفات لتنمية هذا الإقليم بما يناسب هذه القيمة. وكمثال على هذه الوضعية لجميع جماعات الإقليم رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة عموما والسلطات الإقليمية خصوصا من أجل تخفيف العبء على المواطن الخليفري، فإننا نشير إلى أن جماعة أكلموس والتي تعتبر ثالث تجمع عمراني بالإقليم بعد خليفرة ودريرت، حيث يعتبر هذا المركز مفترق طرق عديدة في اتجاه أقاليم المغرب، ويضم أكبر سوق للمشية، كما يؤثر إداريا مجموعة من الجماعات التي تتسم عموما بالفقر والهشاشة والهجرة القروية والبطالة رغم سكينتها أغلبها شباب. هذا المركز ما زال يتخبط في مشاكل عديدة تتعلق بالمرافق والتجهيزات وتهيئة الطرق الرئيسية والثانوية وخدمات وغيرها. لكل هذه المعطيات نطالب السيدة الوزيرة بالنظر الإيجابي في مشروع تهيئة وتأهيل مركز أكلموس، والذي يروم تحسين ظروف العيش وتحقيق التنمية المجالية والاجتماعية، حيث سيكون هذا المشروع موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي ووزارة التربية والتعمير وشركاء آخرين تحت رئاسة السيد عامل إقليم مشكور. وللتذكير فقد تم دراسة هذا المشروع من طرف مصالح الوكالة الحضرية لخليفرة مع جميع المتدخلين في قطاع، والآن نحن في صدد إعداد هذه الاتفاقية، ونتمنى أن تحظى بموافقة المجلس الجهوي ووزارة إعداد التراب والتعمير في القريب العاجل إن شاء الله. وشكرا سيدنا الرئيس.